السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بنات وولاد وكاع اللي كيشوف هذا الفيديو؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا بصحه جيده يا ربي، والصحه والسلامه يا ربي. المهم غادي نشارك معكم اليوم الجو كيف صباح عندنا اليوم في المانيا. تلوجات الحمد لله والشكر لله. صبحت مثل الجو، صبحت الدنيا كلها بيضاء. اللهم لك الحمد. والدراري كيفرحوا الدراري كيفرحوا بهاد الثلج بزاف، غير شافوا اليوم في الصباح قالك والو نخرجوا نلعبوا، عزيز عليهم بحال هكا يلعبوا في الثلج وفرحانين بيه والحمد لله والشكر لله. وهانتوما كتشوفوا احنا خارجين مخرجين الدراري يلعبوا شويه ويتزلجوا شويه ولعبوا مع الدراري خارجين كاع ولاد الحومه عندنا، خارجين يتزلجوا خارجين يلعبوا. بغينا نخرجوكم نتوما معنا تشوفوا معنا الثلوجات اللي تبارك الله الليل كامل وهي كطيح والنهار كامل. واخا الدراري تيلعبوا دابا راه كيلعبوا في الثلج، كيطيح الثلج وهما تيلعبوا. هما ما تيحسوش بالبرد احنا الكبار كنحسوا بالبرد والحمد لله والشكر لله. هذا وقته. وفوجوا معنا البنات شويه، خليكم تفوجوا معنا شويه. وهذا البنات احنا راجعين للدار، الوليدات جاهم البرد وبغاو يرجعوا للدار. غادي دابا نمشيو نوجدوا واحد. غادي ندير ليهم الغدا ديالهم وغادي نشاركوا معكم اش غادي ندير ليهم. غنديروا الدجاج البنات في الآلة الكهربائية، قلاية الكهربائية. هاد الدجاج البنات كيجي زوين بزاف، كيجي لذيذ بزاف 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 بزاف. المهم فيه غادي ناخدو جنيحة ديال الدجاج، وغادي ناخدو تومه غبره، وغادي ناخدو عصير ديال الحامض، صلصه الصوجه، غادي ناخدو معلقه ديال العسل، شويه ديال العسل، وغادي ناخدو زيت الزيتون، زيت العود، وغادي ناخدو العطريه اللي فيها البنات غادي ناخدو فيها عندنا التحميره، بصار، غادي ناخدو سكينجبير، الملحه، واليازير كرم. كيجي هاد اليازير يابس كيجي زوين في الدجاج، في الدجاج كيجي واعر فيه. غادي ناخدو البنات غادي نديرو كلشي في القلايه الكهربائيه. هادو اللي خارجين دابا هما اللي تتجي فيهم زوينه. المهم البنات غادي ناخدو كلشي، غادي
نديرو على الدجاج كلشي كاع العطريه كامله، وغادي نزيدو عليها كاع الثومه غبره، صلصه الصوجه، غادي نديرو الحامض، معلقه ديال العسل، وغادي نديرو زيت العود ونخليه كلشي يترقد لينا. نخليو تقريبا واحد نص ساعه، كنخليهم واحد نص ساعه بحال هكا، بما درت شليضات وبما درت وجدت شلاضه وكلشي، وعاد باش غادي ندخلهم لهذيك القلايه وانا غادي نوريكم البنات. غنجيو دابا البنات القلايه الكهربائيه ديالنا، غادي ناخذوها وغادي نديرو فيها داك الدجاج اللي رقدنا نص ساعه، وغادي نديروه فيها، نزيدو عليها لا زيت لا والو، المهم صافي غير هذاك الزيت اللي درناه في الاول ديال زيت العود اللي رقدنا فيه الدجاج كافي. وغادي نكبو هادشي كامل، هاد الدجاج كامل غادي نديروه فيها، وغادي نديروه البروغرام اللي كنديروه فيه، حيت كاين البروغرام ديال البطاطا، البروغرام ديال الدجاج، البروغرام ديال الكروفيت. المهم انا درت هنايا 40 في الوقت 40 دقيقه، وغادي ندير هنايا البروغرام ديال الدجاج باش المهم، وغادي نخلي كلشي حتى يطيب ليا، وغادي نوريكم البنات هنايا دابا. غير جبت باش غادي نوريكم، باقي ما كملش هنا طياب، وغادي نرجعو دابا يكمل طياب ونوريكم المرحله الاخيره. البنات والولاد وكلشي اللي كيشوف هذا الفيديو اللي باقي ما اشتركش ينزل تحت ويضغط على زر ابوني ويدير ليا لايك ودعمني، الله يجزيكم بخير. البنات هذا هو المهم، وجد الدجاج عندنا هو وجد، كيخلي كاع اليدام لتحت، يعني اي حاجه حتى الا كان الدجاج ميدام ولا هذا كيهبط لتحت، ولا كان شي زيت ولا شي حاجه كله كيهبط وكيبقى بحال هكا، كيبقى زوين ناشف، وكيجي هاد الدجاج كيجي بنين بزاف. رافقته بشلاضه ديال الروز وشلاضه ديال المطيشه. كنتمنىكم تجربوا هاد الوصفه، كتجي زوينه. كنتمنىكم تخليو لي تعليقات زوينه وتخليو لي لايك، وشكرا على المشاهده ومع السلامه.